السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نرحب بالمشتركين جدد، نقول لكم مرحبا بكم معايا. نرحب بالمشتركين القدم، نقول لكم الدار داركم. اليوم راح نشارك معكم ونبارطاجي معكم هذه الوصفة سهلة ماهلة بنينة ما شاء الله. هي سلطة الفاصوليا الخضراء، كما نقولوا حنايا ناس الشرق نقولوا له الزليقو. كل منطقة كيفاه تسميها، ويعني كل منطقة يكتبوا لي في الكومنتار كيفاه تسميوها نتوما في المناطق عندكم. احنا الناس الشرق الناس الشاوية نقولوا له الزليقو، هذه هي التسمية نتاعو. شوفوا هنا بعد ما شللته مليح بالماء، قطعته بالشكل هذا، حطيته في الكسكاس نخليه يفور، درت له شوية تاع الملح ونخليه يفور في الكسكاس. هنا شوفوا البطاطا بعد ما غليتها في الماء، شوفوا الدبشه، عندي الفلفل الاخضر، عندي الطماطم نتاع الحب، وعندي البيض حتى هو شرشمته، يعني غليتهم في الماء البيض وال شوفوا لهنا الزليقو، يعني بعد ما تفور لي البيض والبطاطا بعد ما يعني غليتهم في الماء هكاك بالقشور، والبطاطا كاين اللي يعني يفورها يقطعها ويفورها ويفورها. مي انايا لا طيبتها في الماء حتى نتشرشمت لي ونحيتها، نحيت لها هذوك القشور وقطعتها بالشكل هذا هكا، يعني تقطيع يكون عشوائي هكا. قطعتها بالسكين. هنا ثاني عندي الدبشه، واللي حبت دير الكرافس دير كيما احنا ناس الشرق نديروا من عشاق الدبشه بزاف بزاف، نديروها لدرجه كبيره. مي ناس الوسط يحبوا الكرافس بزاف، يعني يستعملوه بزاف. شوفوا لهنايا بعد ما درت البطاطا نتاعي قطعتها بالشكل هذا، زدت الطماطم ثاني نتاع الحب قطعتها بالشكل هذا، عفوا البيض ثاني نقطعه. يعني الوصفة هذه على بالي هي راهي صيفية، مي في وقت العشاء الواحد يحب انه ياكل حاجة تكون خفيفة، كيما الغداء نتغداو على حاجة تكون ثقيلة، كيما العيش، كيما شخشوخة، كيما المحاجب، حاجة تكون بيان ثقيلة. مي كيما العشاء مليح الواحد ياكل حاجة خفيفة ظريفة، لأنه راح يرقد على بها الواحد يعني يتعشى على المأكولات اللي كيما هذو، ويرافقها بطبيعة الحال بشوية نتاع سلطة، فواكه كيما الجو، يعني روعة مليحة على الاستوماع على المصران، يعني هايلين. شوفوا لهنا كيفاه جات طبق مشكل متنوع وغني بالفيتامينات، خاصة بالفيتامينات. فيه البيض، فيه الفاصوليا اللوبيا الخضراء، فيه البطاطا، وفيه طماطم نتاع الحب. صافي الحوايج هذو كامل اغنياء بلي فيتامين. شوفوا لهنايا درت لاصوص، واش درت فيه؟ درت الخل، الزيت، درت فيه الملح، ودرت فيه الفلفل الاسود، خلطتهم مليح ودرتهم بالشكل هذا. والملح البطاطا غليتها بالملح، والزليقو ثاني حطيت فيه الملح كي فورتو، صافي جاي هايل. هنا درت لها الدبشه، عفوا زينتها بالدبشه. هنا درت له هنايا الزيتون المرقد، شاركته معكم في الفيديوهات اللي فاتت. بعد ما طاب لي دركا يعني زينته به حتى هو بالشكل هذا. وهنايا درت زروديه، يعني ما كثرتش بزاف السناريه، وهنايا درت حتى السناريه فورتها، يعني ما كثرتش بزاف. هنايا زينتها بالقارص، يعني التزيين جاء هايل، والوان الوان رائعه، يعني مع الاخضر ومع الاحمر والاصفر والابيض، مشكله يعني روعه. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. إن شاء الله الطبق هذا ينال إعجابكم حبيباتي. ما تنساوش أنكم تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. إلى وصفات أخرى بحول الله، مع السلامة، ثنميرث.